يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا روبا إذا كنتوا أول مرة بتشوفونا، واليوم رح شارككم طريقة تحضير مربى التين. بهالفيديو رح نستخدم التين الأخضر يلي بيكون قلبه عسلي لونه فاتح شوي حتى يطلع لون المربى أشقر وحلو. وبنختار حبات التين المستوية، والحبات اللي قاسية شوي بتكون بنسويها مربى تين كويز. أنا شاركتكم طريقة تحضيره بفيديو سابق. قديما جداتنا كانوا يفتحوا التين بإيديهم بهيدي الطريقة. أكيد فينا نقطعهم بالسكين، كل حبة من التين منقصها لأربع أو 6 قطع. ومن بعد ما نقطع كل حبات التين منحط لكل كيلو من التين 500 جرام من السكر. وأكيد إذا بتحبوا تخففوا شوي من السكر فيكن تخففوا، فيكن تحطوا لكل كيلو 400 جرام. أنا عم بعمل 1200 جرام من التين، حطيت لهم 600 جرام من السكر. منضيف السكر عليهم ومنقلبهم شوي ومنتركهم ساعتين. كل شوي بنعمل لهم تقليبه لحتى تقريبا يدوب نص السكر، مش رح يدوب كله طبعا قبل ما نحطهم على النار، بس كل ربع ساعة بنحركهم لحتى يطلع التين قسم كبير من المي تبعه. ومن بعد هيك بنحطهم بطنجرة على النار. يستحسن تكون الطنجرة ما بتلزق وأرضها سميكة حتى ما يحترق المربى. ومنخلي النار عالية بالأول لحتى يبلش يغلي المربى. بس يبلش يغلي منخفف النار ومنشيل كل الرغوة البيضاء اللي بتطلع على الوجه. وطبعا وقت طبخ المربى بيتكل على الكمية اللي نحن عم نسويها. كل ما زادت كمية التين كل ما زاد وقت الطبخ. من بعد ما يصير لهم تقريبا 20-30 دقيقة على النار عم يغلوا على نار هادية، فينا نترك المربى مثل ما هو قطع، وفينا نهرسهم شوي بهيدي الأداة اللي بنهرس فيها البطاطا أو حتى باستخدام الشوك. وأكيد إذا بتحبوا المربى ناعم فيكم تطحنوه بالخلاط. وأنا بهيدا الوقت رح حمص شوي من السمسم، تقريبا ربع كوب. طعمة السمسم المحمص بالمربى كتير طيبة. بحركهم شوي لحتى يصير لونهم أشقر فاتح، وبضيفهم فوق المربى. وأكيد إذا بتحبوا تضيفوا المكسرات فيكم تضيفوا، إذا بتحبوا تتركوهم مثل ما هني كمان بنقدر. أنا رح قطع شوي من الجوز وحركهم شوي على النار بمقلاية ناشفة من دون زيت من دون شي، بس لحتى هيك يتحمصوا ياخدوا طعمة التحميص. وبس يصير لي دقيقة عم بحمص الجوز رح ضيف عليهم كمان كمشة صغيرة من الصنوبر وقلبهم مع بعضهم لحتى ياخدوا لون أشقر، وضيفهم على المربى. وطبعا مثل ما قلت المكسرات اختيارية، بس رح تعطيه طعم كتير طيبة. ولحتى نحافظ على المربى وقت طويل من دون ما تتبلور في حبات السكر، رح نضيف نص ملعقة صغيرة من حامض الليمون ونحركهم مع بعضهم وبنغليهم 10 دقايق تقريبا لحتى يعقد المربى. أنا أخذوا معي تقريبا 45 دقيقة من بعد ما بلشوا يغلوا، طبعا لأنه الكمية صغيرة. بس مثل ما ذكرت كل ما زادت كمية التين كل ما زاد وقت الطبخ. بعبي المربى بالمرطبين، بمسح داير المرطبين أهم شي، وبسكره منيح وبطبه على غطاء لتاني يوم أو لحتى يبرد. وهيدا المربى صار جاهز. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ألف صحة وهنا.